كثير من يسألني لماذا أنت تهتم بالشأن السوداني؟ يا جماعة، لكل واحد اهتمامات، قد تكون هواية لأي أحد، لكن أنا بالنسبة لي أنا أسألكم سؤال وجاوبوني. اعطوني سوداني قد أذى أي أحد، سبب الأذية لأحد من تاريخك وتاريخ عمرك هذا. أنا في 60 الآن، ما أتذكر أن في سوداني نشب بينه خلاف هو وأحد في الغربة مثلا، أبدا. ما سمعت أن السودان كدولة أيضا تسببت في أذية لدولة أخرى. ما أتذكر أبدا في حياتي اللي قد قضيتها الآن في الحياة إنه في سودان يتسبب في مشكلة لأحد. شعب مسالم، شعب طيب، شعب فيه أمانة وفيه إخلاص، فيه صدق. والله إذا أكل معاك لقمة فقط، لقمة واحدة، إنه يعيش ممنون لك الحياة كلها. لا يمكن يغدر بك ولا يمكن يخونك، وإذا أجاك يجيك وجها لوجه. ما يمكن يخون أو يغدر. من الشعوب القليلة في العالم التي لا يمكن أبدا إنها تحب أكل الحرام، مستحيل. لذلك عندما يا جماعة شفنا في الحرب إنه في ناس تسرق وتنهب، هذول مو سودانيين، ليسوا سودانيين نهائيا. يا جماعة الشعب السوداني معظمنا درس على أيدي معلمين سودانيين، أقسم بالله من أنبل خلق الله، وأكثرهم حرصا على تعليمك وتفهيمك، وأكثرهم أداء للأمانة. يا أخي حتى لو عندك مؤسسة كبيرة سلمها سوداني ونام قرير العين.